العلماء بيقسموا أساليب التربية ل4 أنواع. الفرق بينهم هو درجة التحكم أو الكنترول اللي عايز تمارسه على عيالك. أول نوع التربية التسلطية، وفيها التحكم هو أهم حاجة. الواد ما يفتحش بقه ولا يرمش بعينه بغير إذنك، أنت تؤمر وهو يطيع، وده هيخلي خالتك تفيدة فخورة بيك. تاني نوع التربية التساهلية، ودي فيها دفء العلاقة هو أهم حاجة. مفيش كنترول، هعمل له كل اللي بيحلم بيه، هلبي له كل رغباته العاطفية والمادية، عشان أهم حاجة إن ابني يحبني. تالت نوع التربية الإهمالية، أطلقه بقى في الشارع يبيع مناديل والحياة هي اللي هتعلمه. هو هيتعلم ويتربى لوحده وأنا مش فاضي لوجع الدماغ ده كله. انزل العب في الشارع يا حبيبي وسيب بابا ينام. ودي طبعا مش تربية من أساسه. والنوع الرابع بقى هو التربية التشاركية أو التربية المتوازنة، ودي بقى اللي كتب التربية بتضرب لها تعظيم سلام، لأن فيها توزيع للسلطات وفيها توازن كده ما بين دفء العلاقة والتحكم. بتعاقبه أو تكافئه عشان تربيه، وبتاخد رأيه وتقرب منه عشان يحبك. طيب أنهي طريقة فيهم بقى هي الصح؟